بسبب شخص واحد عائلة ملكية كاملة تهدمات. سنة 1918 روسيا كانت خاضعة لحكم ملكي من طرف أسرة رومانوف. هذه الأسرة اللي كتكون من الملك والأب نيكولا الثاني ألكسندروفيتش رومانوف، الأم الملكة ألكسندرا فيودوروفنا، ولادهم خمسة: أولغا، تاتيانا، ماريا، أناستازيا، زايد أليكسي. الولد الوحيد في هذه العائلة. أليكسي كان مصاب بالهيموفيليا، مرض وراثي ونادر ما كيخليش الدم المصاب يتخثر دغيا. وفي ديك الوقت الكسندرا سمعت باللي كاين واحد الراهب كيدعي باللي عنده قوى روحيه وقد يعالج بزاف د الناس، فصيفطات لي على امل انه يقد يعالج ولدها اليكسي. راسبوتين واخا ما قدش يعالج المرض اليكسي بحد ذاته، الا انه قد يسيطر على النوبات اللي كتجيه، وهكا قد يكسب الثقه د عائله رومانوف ولا المستشار د الكسندرا من بعد، لدرجه ولا كتدخل في شؤون الدوله في كاع ما تيكون نيكولا. وبسبب الفقر والازمات اللي دازت منهم روسيا في الفتره د الحرب، زائد الفساد اللي ولا منتشر بسبب راسبوتين، صرات روسيا تدهورات والشعب الروسي انقلب على الاسره الحاكمه. وكنتيجه لهذا الشيء راسبوتين غادي تعدم في نهر النيفا. اما الاسره تتاقلت من طرف جيش الثوار وعزلوهم على العالم الخارجي حتى العام 1918 فين غادي يعدموهم رميا بالرصاص.